إنما وقفت هنا لأن أقول لطلابنا الكرام كلمة، بأن قسما من الناس يعادونكم لأنهم يعادون الدين، فلا يريدون أن يكون هنالك رجال دين. وقسم من الناس يحسدونكم لأنهم سيجدونكم إذا استمريتم في طريقكم ستصبحون أعلى منهم وسيصبحون صغارا أمامكم، لذلك يحاربونكم ويغرونكم ويتوسلون بكل ما يسول لهم الشيطان من وسائل لإبعادكم عن العلم وعن الدين. الآن تجدون أمامكم عطلة الصيفية. في هذه العطلة ستنشط عناصر لإبعادكم عن الدين. هذه العناصر ليس لها عمل، ليس لها هدف إلا التضليل وإلا انحراف المستقيمين عن خطهم المستقيم. هؤلاء يجدون المال الكافي، هؤلاء يجدون الطاقات الكافية للهدم فقط دون البناء، لأنهم بطبيعتهم هدامون، لأنهم بطبيعتهم منحرفون. هؤلاء سيزورونكم في قراكم، سيتابعونكم في أي مكان كنتم، سيطاردونكم، لا لأن تكونوا مؤمنين ولا لأن تكونوا ملتزمين ولا لأن تكونوا علماء، وإنما لأن تكونوا منحرفين، وإنما لأن تكونوا مرتدين، وإنما لأن تكونوا حاقدين على مجتمعكم وعلى دينكم وعلى علماء دينكم. هؤلاء سيبذلون قصارى جهدهم، ولكن عليكم أن لا تكونوا مائعين، عليكم أن تكونوا أقوياء.